يعني دائما نتكلم عن حور العين كمكافأة للرجل. عارفك والله يا سلطان ان انت عاوز تفرمل هنا. انا لا 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 خليني بعطيك. توضيح. نتكلم عن حور العين كمكافأة للرجل. المرأة كيف تكافأ في الجنة؟ عندنا في الجنة الله سبحانه وتعالى سيعطي المتقين ممن يعني آمنوا به سبحانه وتعالى ما لا عين رأت، زي ما قال كما قال الدكتور اسماعيل، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يدفعك أن تفكر. طيب إذا اشتهيت شيء أو تمنيته، أنا اشتهيت شيء معين أو تمنيته، ألا يحق لي أن أرزق ذلك الشيء؟ أجاب الله سبحانه وتعالى على ذلك. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. من هنا جاء السؤال: ماذا للمرأة في الجنة؟ ماذا للمرأة في الجنة؟ أعطى الله جل وعلا الإجابة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكون سيدة الحور أجمل من الحور العين اللواتي خلقهن الله في الجنة إذا كانت صالحة، إذا عاشت في الدنيا صالحة. خذ معك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. قالت أمنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتنعم مع حورية من أهل الجنة إذ ببرق يسطع في سماء الجنة فينظر فإذا امرأة قد تبسمت فأضاءت سقف الجنة، بس ابتسمت بس حتى تعرف نساء الدنيا ماذا سيكون حالهن يوم القيامة. فيقول لها: من أنت؟ تقول: أنا من نساء الدنيا اللواتي كن صالحات عابدات في الدنيا جعلني الله أجمل وأبهى وأحلى من الحور العين في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصعد إليها بمتكئه وسريره ومركبه فيعانقها 40 سنة لا تمله ولا يمله.